السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في قناتنا اساطير الطعم. النهارده هنقدم لكم طريقه عمل الماكن تشيز بطريقه عبقريه واي حد يعملها. وما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. زي ما انتم شايفين كده معانا جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا وصدور فراخ، وهنقطعهم حتت صغيره وان شاء الله نشوحهم في معلقه سمنه، وندي الفراخ الصدمه كده وناخد اللون الذهبي ونركنهم على جنب. نركنهم على جنب دلوقتي بعد ما نعمل الكلام ده، وبعدين نبدا بقى اللي جايه ان شاء الله. هنحط حله على النار فيها ميه ونضيف لها معلقه ملح، وننزل بالمكرونه بتاعتنا عشان نسلقها. زي ما انتم شايفين كده احنا هنسلقها وهندي ونسيب فيها تكه صغيره كده هتاخد لها اقل من 10 دقايق. وبعد كده نصفي المكرونه بتاعتنا ونركنها برضك على جنب، وننزل ب3 معالق زبده ونسيحهم في الحله اللي انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده الشغل الجميل اللي احنا عاملينه. وبنضيف 3 كوبايات لبن، وبعدين ننزل بعد كده بالتوابل بتاعتنا، وننزل بالجبنه معانا، و3 معالق دقيق، ونقلبهم تقليبه كويسه عشان ياخدوا القوام بتاعتهم. زي ما انتم شايفين كده بنضيفه اول عشان القوام يتقل، ونقلب على النار. والنار زي ما انتم شايفين، وننزل برضك بجزء من الموتزاريلا، لان احنا محتاجين الموتزاريلا في الاخر على الوش تاني، نحطها على وش المكرونه. ونقلب بقى ننزل بالمكرونه، ننزل بنص الكميه عشان نعرف نقلب كويس، عشان يحصل المزج الجيد للمكونات مع بعضها. وبعدين ننزل بالباقي ونقلب كويس تاني زي ما انتم شايفين كده. طبعا عاوز اقول لكم الريحه جميله. وننزل بالفراخ اللي هي القطعه اللي احنا كنا شوحناها، وخدت الصدمه الحلوه وخدت اللون الذهبي، ونقلب تقليبه كويسه. ونكون مجهزين صينيه ومدينها برضك نص معلقه زبده كده صغيره، ونفرد فيها المكونات، وننزل عليها بقى بالجبنه الموتزاريلا. طبعا هي استوت كده بنسبه فوق ال 95%. هندخل بيها بقى الشوايه لمده 5 دقايق عشان تاخد الشكل الحلو الجميل اللي انتوا هتشوفوه، الشكل الذهبي الجميل اللي انتوا شفتوه كده. ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب والجرس، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.